بيبدأ فيلم ذا كول اوف ذا وايلد بمجموعة مستكشفين بيلاقوا منجم دهب في القطب الشمالي، ولما بينتشر الخبر بيروح كل الناس عشان ينقبوا عن الدهب اللي هناك، ولكن بيكونوا محتاجين كلاب قوية تسحب العربيات بتاعتهم من على الجليد. بنروح بعدها لكلب لطيف اسمه باك وهو بيلعب مع الناس في القرية، وبيكونوا كلهم عارفينه وبيحبوه لأنه كلب القاضي ميلر. وقتها بيشوف واحد غريب في القرية وبيكون ماسك إعلان لناس عاوزين كلاب في القطب الشمالي مقابل فلوس كتير، وبيبان إنه ناوي على شر. في الوقت ده بيكون طباخين القاضي ميلر بيجهزوا الأكل عشان يحتفلوا بعيد ميلاده، فبيدخل باك البيت وبيفضل يتنطط على كل السراير عشان يصحي الموجودين. فبيصحى القاضي وبيخرجوا من البيت عشان الطباخين يعرفوا يشتغلوا، وساعتها بيشوف باك أرنب بيجري في الجنينة وبيروح يجري وراه لحد ما بيلاقيه داخل الجحر بتاعه. وفجأة بيشوف قدامه سفرة الأكل اللي جهزها الطباخين عشان يحتفلوا بعيد ميلاد القاضي، وبيبان إنه جعان وعاوز ياكل. ولما بتبدأ الحفلة بيتصور القاضي ميلر مع عيلته والمعازيم، فبيروح باك يتصور معاهم وبيكون في بقه ورك فرخة. فبيكتشف القاضي إن باك بوظ كل الأكل اللي على السفرة، وبالليل بيقرر يعاقبه وبيخليه يبات بره البيت. وأول ما بيقفل الباب بيظهر الشخص اللي كان ماسك الإعلان وبيستدرج باك وبيرميله أكل جوه صندوق خشب. فبيدخل باك الصندوق عشان ياكل وبيتفاجئ إن الراجل قفل عليه وبيكون مش عارف يفتح الصندوق. وبعدها بيبيعوا الراجل لتاجر وبيشحنوا الصندوق على قطر بيتحرك ناحية القطب الشمالي. في اللحظة دي بيحس باك بالجوع وبيفضل ينبح بصوت عالي، فبيسمع واحد من العمال وبيفتح له الصندوق، وساعتها بيخاف باك وبيهجم عليه. ولكن العامل بيضربه بخشبة وبيخليه يقعد على الأرض. فبيستجمع باك قوته وبيطلع يجري وبيلاقي نفسه على سفينة في وسط البحر، وبيفهم إنه مفيش سبيل للهروب. ولما بتوصل السفينة للمينا بيربطوا التاجر بحبله وبيتحرك بيه ناحية السوق عشان يبيعه. فبيلمس باك التلج لأول مرة وبيكون مبسوط وعاوز يلعب، وساعتها بيفك نفسه وبيطلع يجري في السوق وبيخبط بالغلط في راجل عجوز اسمه جون. فبتقع منه الآلة الموسيقية بتاعته وبياخدها باك وبيروح يديها له قبل ما يمشي. فبيشكره جون وبيحس باك إنه راجل طيب وبيحب الكلاب. وفجأة بيجي التاجر يربطه بالحبل مرة تانية وبيحطه في قفص مع مجموعة كلاب عشان يبيعه. وبعد شوية بيجي ساعي بريد اسمه بيرو وبيقرر يشتري باك لأن حجمه كبير وهينفعه. فبياخده عشان يعرفه على مراته فرانس والكلاب بتوعه اللي بيسحبوا العربية، وبيكون القائد بتاعهم اسمه زبيد. فبيبدأ بيرو يتكلم مع الكلاب وبيعرفهم الطريق اللي هيمشوا عليه عشان يوصلوا البريد، وبينبه عليهم يمشوا ورا زبيد القائد بتاعهم وما يغيروش مسارهم. وبعدها بيتحرك الكلاب بالعربية، وبيكون باك مش عارف يجري معاهم لأنه مش متعود يسحب عربية. وفي الطريق بيشوف أرنب وبيجري ناحيته عشان يطارده زي ما كان متعود، ولكن العربية بتتقلب بسبب إنه غير مساره عكس الكلاب. فبيتكلم معاه بيرو بهدوء وبيشرح له إنه ما ينفعش يغير مساره عن باقي الكلاب. وبالليل بيخيم في نفس المكان اللي هم فيه، وبيدخل باك ينام معاه في الخيمة لأنه سقعان. فبتشوفه مراته فرانس وبتطرده بره الخيمة. وفجأة بيشوف باك قدامه ذئب أسود، فبيخاف منه وبيخبط في كلب نايم جنبه وبيلاقي الذئب اختفى. تاني يوم بيكملوا طريقهم عشان يوصلوا البريد، وبيكون باك لسه متعودش على سحب العربية وبيتزحلق على الجليد لحد ما بيخبط في جذع شجرة. ولما بيوصلوا البريد بيخيم بيرو مرة تانية وبيدي الكلاب سمك عشان ياكلوا. فبياخد زبيد أكل بتاع كلب تاني بالعافية لأنه القائد بتاعهم وبيبان إنه كلب أناني. فبيروح باك يدي الأكل بتاعه للكلب ده عشان ما يتضايقش. وفي النهار بيفضل زبيد يشرب لوحده وبيكون رافض يخلي الكلاب يشربوا معاه. فبتيجي فكرة لباك إنه يكسر الجليد وبيخلي الكلاب يشربوا. ولما بيكملوا طريقهم بيبدأ باك يتعود على الجري في الجليد وبيكون ذكي وسريع جدا. وفي طريقهم بيوصلوا لبحيرة متجمدة، وبتروح فرانس تشوف الجليد إذا كان هيستحملهم لو مشوا عليه. فبينهار الجليد من تحتها وبتقع في البحيرة. فبيروح باك ينط في المية وبينقذها قبل ما تغرق، ولكن بيتسحب تحت المية ومش بيقدر يخرج. فبيحاول بيرو يكسر التلج بكل قوته عشان ينقذه، وساعتها بيديله حد خشبة عشان ينزلها تحت المية. وبيتفاجئ إن باك هو اللي اداله الخشبة، وبيطلع إنه خرج من مكان تاني. فبيحضنه بيرو وهو فرحان وبيشكره عشان أنقذ مراته. وقتها بيكون الكلب زبيد شايف كل اللي بيحصل من بعيد وبيحس بالغيرة من باك عشان كلهم بقوا بيحبوه. وبالليل بيشوف باك أرنب وبيروح يجري وراه عشان يلعب معاه. فبيجري كلاب وبيقرروا يلعبوا معاه هما كمان لحد ما بيمسك باك الأرنب وبيكون فايز في اللعبة وبيسيبه يمشي. وفجأة بيظهر زبيد وبيخاف منه كل الكلاب وبيرجعوا لورا. فبيهجم على باك وبيضربه لدرجة إنه بيخليه يفقد الوعي. فبتتضايق الكلاب لأنهم بيحبوا باك وبيفضلوا ينبحوا بصوت عالي عشان يشجعوه إنه يقوم. فبيفوق باك وبيشوف قدامه الذئب الأسود اللي شافه قبل كده، وبيطلع إن الذئب ده في خياله مش أكتر، وبيظهر له وقت ما بيكون خايف عشان يخليه شجاع. وأول ما بيهجم عليه زبيد مرة تانية بيمسكوا باك وبيوقعه بقوة على الأرض وبيحط رجليه على رقبته عشان ما يتحركش. فبيستسلم زبيد وبيمشي لوحده وهو متضايق. والصبح بيجي ميعاد توصيل البريد، وبيكتشف بيرو إن زبيد اختفى ومش موجود وسط الكلاب. فبيضطر يمشي من غيره عشان ما يتأخرش على توصيل البريد. وبيلاقي باك واقف قدامه عشان يكون هو قائد الكلاب. فبيرفض بيرو وبيقول له إنه ما عندوش خبرة زي باقي الكلاب،
وبيقرر يخلي كلب تاني هو القائد، بس الكلب اللي اختاره بيرفض يلبس طوق القيادة وبيرجع مكانه. فبيفهم بيرو إن الكلاب بيحبوا باك وعاوزينه هو اللي يكون القائد بتاعهم، فبيضطر يخليه القائد، وبيبدأ باك يتحرك بيهم بسرعة كبيرة وسط الجليد. ولكن فجأة بيحصل انهيار جليدي، وبيطلب بيرو من باك إنه يدخل شمال عشان يبعدوا عن الانهيار. فبيرفض باك لأن الكتل الجليدية بتنزل بسرعة كبيرة ومش هيقدروا يهربوا. وفجأة بيتخيل قدامه الذئب الأسود وهو واقف فوق نفق صغير، فبيدخل باك في النفق وبيجري بسرعة كبيرة لحد ما بيهربوا من الانهيار. والأول مرة بيوصل بيرو البريد في ميعاده بفضل الكلب الشجاع باك. في الوقت ده بيكون الراجل العجوز اللي اسمه جون قاعد بيكتب جواب لمراته، وبيكون ده نفس الراجل اللي خبط باك في السوق. تاني يوم بيصحى جون متأخر وبيجري بسرعة عشان يلحق يدي الجواب لبيرو قبل ما يمشي. فبيشوفوا باك وبيوقف العربية، وبيرفض بيرو ياخد منه الجواب لأن ميعاد استلام الجوابات عدى بقاله ساعة. ولكن باك بياخد الجواب وبيديه لفرانس، وبيقرروا إنهم يوصلوا الجواب عشان ما يزعلوش باك. ولما بيسلم بيرو كل الجوابات بيروح عشان يستلم مرتبه، وبيلاقي جواب جايله من الحكومة مكتوب فيه إنه اتفصل من الشغل لأن مكتب البريد هيقفل. فبيضطر بيرو يبيع الكلاب لتاجر في السوق عشان يرجع لبلده. وساعتها بيجي واحد اسمه هيل يشتري الكلاب كلها وبيربطهم في العربية بتاعته عشان يسحبوها، وبتكون العربية مليانة حاجات تقيلة والعجل بتاعها لازق في الأرض. وبسبب ده مش بيقدر باك وباقي الكلاب إنهم يحركوا العربية. فبيؤمر هيل المساعد بتاعه إنه يضرب باك عشان يتحرك لأنه عاوز يطلع الجبل ويدور على الذهب. فبيجي جون في الوقت المناسب وبيمنعه، وبيحرك عجلة العربية وبينصحه ما يروحش يدور على الدهب في الوقت ده لأن التلج بيدوب دلوقتي وممكن يحصل انهيار جليدي. فبيتجاهل هيل كلامه وبيخلي الكلاب يحركوا العربية. وفي الطريق بتتعب الكلاب من الجري وبتقع بيهم العربية بسبب إن وزنها تقيل. ووقتها بيكون جون خارج من البيت وبيقرر يروح لهيل عشان يشتري منه باك لأنه حاسس إنه مش هيهتم بيه. ولما بيروح له بيلاقيه ماسك المسدس وعاوز يخلص على باك لأنه فاقد الوعي ومش قادر يتحرك. فبيزق جون على الأرض وبيفك باك وبياخده معاه على البيت. ولما بيفوق باك بيكون مش قادر يتحرك من شدة التعب. وبعد يومين بتتحسن حالته وبيخرج يقعد مع جون، فبيشوف التلج وهو بيسيح وبيكون مفتقد الكلاب صحابه. فبيحاول جون يهون عليه وبيروح البار لوحده عشان يشرب خمرة. فبيروح باك وراه وبيلاقي هيل بيهجم عليه وبيضربه في البار، وبيقول له إن الكلاب هربت بسبب إنه أخد باك القائد بتاعهم وخسر ثروته قبل ما يلاقي الذهب. وفجأة بيهجم عليه باك عشان يدافع عن صاحبه جون. فبيمسكوا الناس اللي في البار وبيلاقوا مسدس مع هيل وبيرموه بره البار عشان ما يعملش مشكلة. وقتها بيرجع جون البيت وبيفضل يشرب خمرة طول الليل لحد ما بياخد باك الإزازة وبيدفنها في التلج وبيقعد فوقها عشان ما يخليه جون يشرب تاني ويضر نفسه. فبيحاول جون يحركه من مكانه عشان ياخد الإزازة، ولكن بيفشل وبيقعد يتكلم مع باك وبيعرفه إنه بيشرب خمرة عشان ينسى ابنه اللي مات. والصبح بيوريله جون خريطة ابنه كان مديهاله عشان يروحوا رحلة مع بعض لمكان قريب من الغابة. فبيقرر ياخد باك ويروحوا الرحلة دي، وبيركبوا مركب صغير وبيمشوا في البحر لحد ما بيقعوا من شلال وبيتخرم المركب وبيضطروا يكملوا طريقهم مشي. وفي نفس الوقت بيوصل هيل لمكان جون عشان يخلص عليه وينتقم منه، ولكن بيلاقيه مش موجود. وبيشوف الخريطة بتاعته على الأرض، ولسوء الحظ بيكون متحدد فيها المكان اللي جون رايحه هو وباك. فبيفتكر إن جون رايح يدور على الذهب وبيقرر يطارده عشان يسرقه منه. وقتها بيوصل جون للمكان وبيلاقي بيت مهجور وبيدخله هو وباك عشان يستريحوا فيه. فبيبدأ جون ينظف البيت لحد بالليل وبيقرر ينام. ولكن فجأة بيسمع صوت الذئاب وبيلاقي باك خايف، فبيهديه وبيقول له إنه المفروض ما يخافش من الذئاب لأنهم من نفس فصيلة الكلاب. تاني يوم بينزل جون البحيرة عشان يستحمى، فبيلاقي قطعة دهب في المية وبيتفاجئ إن البحيرة فيها دهب كتير. فبينزل باك المية عشان يدور معاه وبيلاقي قطعة كبيرة، ولكن بيشوف جون معاه قطعة صغيرة فبيرمي اللي معاه وبيدي لجون قطعة دهب كبيرة. وفجأة بيشوف ذئبة بيضة وبيطلع يجري وراها لحد ما بيدخل الغابة. فبيعجب بيها وبيمدلها إيده كأنه بيعرض عليها إنهم يكونوا صحاب، ولكن بتخاف منه وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع البيت بيشوف الذئاب وهم عند البحيرة عشان يصطادوا، وفجأة بيقع واحد منهم في البحيرة وبيتسحب ناحية الشلال. فبيمسك في جذع شجرة وبيكون الذئاب مش عارفين ينقذوه، ولكن باك بيجي في الوقت المناسب وبيسحب جذع الشجرة بكل شجاعة لحد ما بيخرجها من البحيرة وبينقذ الذئب. فبيقرب منه الذئاب كأنهم بيشكروه وبيبدأوا يلعبوا معاه وبيعتبروه واحد من القطيع بتاعهم. ومع الوقت بيتعلم باك منهم صيد الطيور والأسماك، وبيصطاد لصاحبه جون وبيقعد ياكل معاه. وفي وقت ما هو بيلعب مع جون بتيجي الذئبة البيضة عشان تاخده معاه للقطيع بتاعهم، فبيخليه جون يروح معاها وبيلاحظ انهم بيحبوا بعض. وبعدها بيمشي وراهم لحد ما بيلاقي باك وسط القطيع وبيتفاجئ ان هو قائد الذئاب. وبالليل بيكون جون قاعد لوحده في البيت وبيسمع صوت بره، واول ما بيخرج بيلاقي حد بيضرب عليه نار وبيقع من ايده المصباح وبيبدأ البيت يولع. فبيهجم على الشخص اللي ضرب النار وبيتفاجئ انه هيل، فبيحاول ياخد منه البندقية عشان ما يتصابش، ولكن للأسف بتيجي طلقة
طلقة في بطنه وبيتصاب. فبيرمي جون الذهب لهيل على الأرض عشان يمشي، بس هيل بيطلع خنزير وبيقرر يخلص عليه قبل ما ياخد الذهب. وفجأة بيهجم عليه باك وبيزقه في النار وبيموته. ولما بيرجع باك لجون بيلاقيه تعبان وبيموت، فبيحضنه لآخر مرة في حياته وبيكون زعلان عليه. وبعد فترة بيتجوز الذئبة البيضة اللي بيحبها وبيخلف منها، وبيكون هو قائد الذئاب. وكل يوم بيبص على بيت صاحبه جون عشان يفتكره. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ فيلم 8 بلو في قاعدة أبحاث في القارة القطبية الجنوبية، وبنشوف عالم أرصاد اسمه جيري وهو بيأكل الكلاب بتاعته، وبيبان إنه بيحبهم جدا. وبنعرف إن الكلب جاك والكلبة مايا هما قائدين القطيع، وشادو وماكس وشورتي ودوي وترومان بيساعدوا جيري في سحب عربية التزلج بتاعته. وفي الوقت ده بتوصل طيارة من مركز الأبحاث وبينزل منها بنت اسمها كيتي، وبنعرف إنها صديقة جيري من زمان، وبيفرح جيري إنه شافها. وساعتها بتعرفه كيتي على عالم فضاء اسمه ديفيز وبيرحب جيري بيه. وبالليل بيقعد جيري مع صديقه كوب وكيتي وبيلعبوا قمار، وبينضم لهم الكلب جاك وبيكون ذكي جدا. وبنعرف ان ديفيز بيدور على نيزك من كوكب عطارد وقع على جبل اسمه ميلبورن، وبيطلب من جيري يجهز نفسه عشان يتحركوا عليه. لكن بيعرفوا جيري ان سمك طبقة الجليد المحيطة بالجبل ضعيفة جدا في الوقت ده، وبيقول له انهم هيعرضوا نفسهم للخطر لو اتحركوا بعربية التزلج. وساعتها بيقاطعهم اندي رئيس القاعدة وبيتكلم مع جيري وبيفهمه ان ديفيز مسافر من مسافة طويلة عشان يكتشف النيزك ده، وبيطلب منه يروح معاه الجبل. فبيضطر جيري يوافق. وبعدها بيتكلم جيري مع الكلاب وبيفهمهم انها اخر رحله ليهم، وبيوعدهم انه هيوديهم مكان هادي عشان يستمتعوا باجازه الشتاء. وتاني يوم بيستعد جيري وبيجهز الكلاب، وبتروح له كيتي وبتودعه، وبيبان انها معجبه بيه، وبيصورهم كوب قبل ما يمشوا. وبعدها بيتحرك جيري مع ديفيز، وفي الطريق بيقابلوا منحدر عالي والكلاب ما بتقدرش تطلعوا، فبيساعدهم جيري وبيدفع العربيه معاهم. وفي الوقت ده بيوصل جيري لمنطقه جليد وبيبقى خايف انها تتكسر بيهم، فبيغير تشكيل الكلاب عشان يوزع وزن المعدات اللي معاه على العربية كلها، وكمان عشان لو في كلب وقع في المية ما يأثرش على باقي الكلاب ويسحبهم وراه. وفعلا خطة جيري بتنجح وبيعدوا بسلام. وبعدها بيشوف ديفيز كلاب بحرية وبيكون مستمتع جدا بالرحلة. وفي الوقت ده بيسمع ديفيز صوت التلج وهو بيتكسر تحتهم وبيخاف جدا. فبيعرفوا جيري انهم فوق نهر متجمد، وبيوقف العربية وبيطلب من ديفيز يمشي بيها ببطء، وبيستخدم جيري عصاية وبيفحص بيها الأرض. وفي الوقت ده بيلاقي جيري ان الأرض ضعيفة جدا تحتهم، فبيطلب من ديفيز انه يضغط على الفرامل. وفجأة بيجري الكلب ماكس بسرعة وبتتكسر الأرض، وبيكون ديفيز على وشك إنه يقع في حفرة كبيرة ويموت. وساعتها بيروح له جيري بسرعة وبيطلب من الكلاب إنهم يسحبوه وبينقذ حياته. وبعدها بيتعصب جيري على ديفيز بسبب إنه أجبره هو وأندي إنه يطلع للرحلة، فبيتضايق ديفيز من كلامه وبيفهمه إنه كان لازم يصمم على رأيه لو متأكد إن الرحلة مش هتكون أمان. وبعدها بيخيم جيري وبيقعد يعالج الكلاب المصابة في رجلها بسبب اللي حصل. وقتها بيتكلم ديفيز معاه وبيسأله لو متجوز، فبيتريق جيري عليه وبيعرفه إنه بيقضي 6 شهور في القطب الجنوبي من كل سنة عشان يساعد العلماء في رحلاتهم، وبيفهمه إنه ما عندوش وقت للجواز. وبيحس ديفيز إنه معجب بكيتي وبيسأله عنها، فبيعرفه جيري إنه بيحبها من زمان بس ما عندوش الجرأة إنه يعترف ليها بحبها. وتاني يوم بيكملوا طريقهم، وبيفرح ديفيز جدا لما بيشوف جبل ميلبورن قدامه. وفي نفس الوقت بيتصل شخص من هيئة الأرصاد على أندي وبيطلب منه يرجع فريقه للقاعدة، وبيفهمه إن في عاصفة قوية جاية عليهم. فبتستخدم كيتي جهاز اللاسلكي وبتتصل على جيري وبتطلب منه يرجع للقاعدة بسرعة. وساعتها بيتضايق ديفيز جدا بسبب ان خطته في اكتشاف النيزك فشلت. وبعدها بيتكلم مع جيري وبيقول له انه مش هيرجع للقاعدة قبل ما يكتشف النيزك، وبيحاول يقنعه انهم يجازفوا ويروحوا للجبل. وفعلا بيقتنع جيري بكلامه وبيوافق. وبعد شوية بيسيب جيري الكلاب في الخيمة وبيتسلق الجبل مع ديفيز، وبيفضلوا يدوروا على النيزك. وبيفرح ديفيز جدا لما بيلاقيه وبياخد معاه جزء منه، وبيشكر جيري انه وافق يساعده، وبيرجعوا على الخيمة. وفي نفس الوقت بيتصل عالم الأرصاد على أندي تاني وبيفهمه إن العاصفة قوتها زادت أضعاف، فبتخاف كيتي جدا وبتتصل على جيري عشان تحذره، لكن جهاز اللاسلكي بيبقى بعيد عنه وما بيسمعوش. وساعتها بيلاحظ جيري إن في دم على التلج، وبيزعل جدا لما بيعرف إن الكلب جاك مصاب وبيروح يعالجه. وفي اللحظة دي بيحاول ديفيز يتصل بالقاعدة، وفجأة بينهار التلج تحته وبيقع من على منحدر عالي ورجله بتتكسر. وقتها بيخاف جيري عليه جدا وبيروح عشان يساعده، لكن بيتكسر التلج وبيقع ديفيز في المية وبيكون مش قادر يتنفس بسبب ان درجة حرارة المية منخفضة جدا. وقتها بيدي جيري حبل للكلبة مايا وبيطلب منها تروح وتديه لديفيز، وده عشان وزنها خفيف وهتقدر تمشي على التلج. وفعلا بتتحرك مايا ببطء وبتنفذ كلام جيري، وبيقدر جيري انه يسحبه وبينقذ حياته. وبعدها بياخده للعربية وبيتحرك على القاعدة بأقصى سرعة. وفي الوقت ده بتبدأ العاصفة، وبتخاف كيتي جدا على جيري وبتكون عاوزة تروح وتدور عليه بالطيارة، لكن بيمنعها أندي وبيفهمها انها
إنها كده بتعرض نفسها للخطر. وفي نفس اليوم بيكون جيري لسه ما وصلش للقاعدة، وبتحاول كيتي تتواصل معاه لكنه ما بيردش عليها. وبعد شوية بتتفاجئ كيتي لما بتشوف العربية قدامها، وبتفرح جدا لما بتعرف إن جيري بخير. وبعدها بيبدأ أندي إنه يفحص ديفيز وبيتكلم مع الفريق وبيفهمهم إنهم لازم ينقلوه لمستشفى في أسرع وقت وإلا هيفقد رجله. وفي نفس الوقت بيكون جيري مصاب بضربة صقيع شديدة وعلى وشك إن صوابعه تتقطع، وبيقرر أندي إنه ينقله للمستشفى مع ديفيز. وبنعرف إن أندي عاوز يسيب الكلاب في القاعدة وده عشان مفيش وزن في الطيارة، فبيتكلم مع جيري وبيقول له إن كيتي هترجع تاخدهم تاني بعد ما توصلهم لأقرب مستشفى. لكن جيري بيرفض إنه يروح معاه وبيكون مش عاوز يسيب الكلاب لوحدهم، بس بتقنعه كيتي وبتطمنه إنهم هيبقوا بخير. وبعد شوية بينقل الفريق ديفيز للطيارة، وبيروح جيري وبيربط الكلاب كويس عشان ما يتوهوش من بعض وبيودعهم. وبيبان إنه زعلان جدا إنه هيسيبهم، لكنه بيوعدهم إن كيتي هترجع تاخدهم تاني وبيسيبهم وبيمشي. وفي نفس اليوم بيوصل الفريق لمحطة اسمها ماكميردو وبينقلوا ديفيز وجيري للمستشفى. وبعد شوية بيصحى جيري وبيسأل كوب لو كيتي نقلت الكلاب بسلام، لكن بيعرفوا كوب إن رئيس المحطة رفض إن كيتي تسافر في الجو ده. فبيروح جيري وبيسأل كيتي هيقدروا يرجعوا للقاعدة إمتى، وبيتصدم لما بيعرف إن مركز الأبحاث لغى كل رحلاتهم بسبب حالة الطقس. وبيتضايق جدا لما بتقول له كيتي إنه مش هيقدر يرجع للقاعدة غير بعد 4 شهور. فبيروح جيري لرئيس المحطة وبيطلب منه يديله طيارة عشان يروح وينقذ الكلاب، لكنه بيرفض وبيفهمه إن قوة العاصفة بتزيد، وبيطلب منه يجهز نفسه عشان يرجعوا للمدينة. وده لأنهم لو قعدوا أكتر من كده العاصفة هتوصل للمحطة وهيتسحبوا فيها. فبيرجع جيري للأوضة بتاعته وهو زعلان، وبتروح له كيتي وبتقعد تواسيه. وبعد 4 أيام بنشوف الكلاب وهي لسه مكانهم مستنيين جيري، وبيكونوا زعلانين جدا وبيبان عليهم التعب بسبب إنهم ما أكلوش حاجة من أيام. وفي نفس الوقت بيوصل جيري لواشنطن وبيروح لبنك عشان ياخد كارد ويأجر بيه طيارة خاصة ويروح ينقذهم، لكن الكارد بيترفض بسبب إنها رحلة فاشلة. وبيتكلم موظف مع جيري وبيفهمه إن دي أقوى عاصفة حصلت على القطب الجنوبي من 25 سنة، وإن أي طيارة هتعدي من فوقه هتتدمر على طول. فبيتضايق جيري جدا وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتقدر الكلاب إنها تحرر نفسها، لكن جاك بيكون مربوط جامد وبيفضل في مكانه. وتاني يوم بيروح جيري لبيت ديفيز عشان يطمن عليه، وبيديله الصورة اللي اتصوروها سوا في القاعدة، وبيفرح ديفيز بيها جدا. وقتها بيقول له جيري إنه لازم يرجع للقاعدة تاني عشان ينقذ الكلاب، وبيفهمه إنه حاول ياخد كارد لكنه فشل، وكمان إنه تواصل مع قنوات إخبارية عشان يروح وينقل لهم حالة الطقس من هناك، لكنهم رفضوا بسبب إنه هيعرض حياته للخطر. وبيقول له إنه قدامه أسبوع واحد بس عشان يرجع، وده بسبب إن فصل الشتاء قرب ولو دخل عليهم هيضطر يستنى لمدة 6 شهور. وساعتها بيرفض ديفيز إنه يساعده بسبب إن درجة الحرارة هناك 45 تحت الصفر، وبيطلب منه ينسى الكلاب ويعيش حياته بشكل طبيعي. وبعدها بيكون عدى على الكلاب 15 يوم وهم في مكانهم، وبيشوف ماكس طائر فبيصحي باقي الكلاب عشان يصطادوه. وبتروح مايا لجاك وبتحاول تحرره لكنها ما بتقدرش، فبتفضل تطبطب عليه وبيبان إنها زعلانة علشانه وبتضطر تسيبه وبتمشي. وبعد شوية بتشوف مجموعة طيور فبتقسم الكلاب لفريقين وبيهجموا عليهم وبيقدروا يصطادوهم. وفي نفس الوقت بيرجع جيري للمقطورة اللي عايش فيها وبيشوف صورته مع الكلاب وبيبان إنه مفتقدهم جدا. وبعد فترة بيكون الكلاب عدى عليهم 50 يوم وبنشوفهم وهم بيلعبوا، وفجأة بيقع الكلب شادو من مكان عالي وبيتصاب في رجله، فبيتجمعوا حواليه باقي الكلاب وما بيرضوش يسيبوه بيناموا جنبه. وتاني يوم بيموت شادو وبيزعلوا عليه جدا وبيضطروا يسيبوه ويكملوا طريقهم، لكن ماكس بيفضل قاعد جنبه. وبعد ما بيودعه بيروح عشان يمشي مع باقي الكلاب، لكن بيلاقيهم اختفوا بسبب ان العاصفة شديدة وبيتوه منهم. وفي نفس الوقت بنشوف جيري وهو في شغله الجديد وبيعلم اولاد صغيرين ازاي يجدفوا بالمركب. وقتها بتروح له كيتي وبتتمشى معاه وبتطلب منه يرجع شغله تاني في مركز الابحاث، لكنه بيبقى متأثر بسبب انه ساب الكلاب هناك وبيرفض. وتاني يوم بيوصل جيري للمزرعة اللي اشترى منها الكلاب وهم صغيرين، وبيتكلم مع مندو صاحبها وبيحكي له على اللي حصل، وبيشوف مندو صور الكلاب وبيزعل عليهم جدا. وبعدها بيجهز جيري شنطته عشان يحضر حفلة تكريم لديفيز بسبب النيزك اللي اكتشفه. وفي الوقت ده بيكون مر على الكلاب 133 يوم هم لوحدهم، وبيفضلوا يتمشوا لحد ما بيوصلوا لقاعدة أبحاث، وبيفرحوا جدا لما بيلاقوا المكان مليان أكل، وبيكونوا ما أكلوش حاجة من أيام كتير فبيفضلوا ياكلوا لحد ما بيشبعوا. وفي نفس اليوم بيقعد ماكس قدام قاعدة الأبحاث اللي اتربى فيها مع جيري وما بيكونش عارف يروح فين. وبالليل بيتكلم ديفيز مع الناس اللي في الحفلة وبيشكر جيري إنه ساعده في اكتشاف الحجر. وبعد شوية بيتكلم جيري معاه على انفراد وبيهنيه على التكريم وبيفهمه إنه هيسافر للقاعدة تاني. وبنعرف إن جيري لسه عنده أمل إن الكلاب تكون عايشة، وبيقرر إنه يروح ويدور عليها. وبعد فترة بيكون عدى على الكلاب 152 يوم، وبنشوف ماكس وهو تعبان من قلة الأكل. وفي الوقت ده بيشوف حوت ميت فبيروح وبيفضل ياكل منه، ولكن فجأة بيخرج من بطن الحوت كلب بحر
البحر وبيكون عاوز يخلص عليه، لكن ماكس بيهرب منه. وساعتها بيوصل باقي الكلاب لمكانه وبيفرح ماكس لما بيشوفهم وبيعرف انهم جعانين، بس بيبقوا خايفين انهم يقربوا من الحوت بسبب كلب البحر. فبيروح ماكس وبياخد جزء من الحوت وبيهرب وبيخلي كلب البحر يجري وراه. وفي الوقت ده بيستغلوا باقي الكلاب ان كلب البحر مش موجود وبيهجموا على الحوت وبيفضلوا ياكلوا منه. وبعد شويه بيرجع كلب البحر وبيشوف الكلاب وهي بتاكل من الحوت وبيعض ميه في رجلها، فبيتضايقوا الكلاب جدا عشانها وبيهجموا عليه وبيفضلوا يعضوه. وقتها بيخاف كلب البحر وبيهرب من المكان. وتاني يوم بيسافر جيري لنيوزيلندا وبيدخل بار وبيفضل يدور على مركب عشان يوصله للقطب الجنوبي، لكن كل الصيادين بيرفضوا بسبب خطورة الطريق. وفي الوقت ده بيتفاجئ جيري ان كيتي وكوب وديفيس في المكان وقرروا انهم يساعدوه ويرجعوا معاه للقاعدة. وبيفرح جيري جدا وبيخرجوا من المكان وبيركبوا طيارة وبيتحركوا بيها، وبعد شوية بيهبطوا على السفينة اللي هتنقلهم للقاعدة. وتاني يوم بتخبط السفينة في طبقة جليد كبيرة وما بتقدرش تتحرك، وبيتكلم القائد مع الفريق وبيفهمهم انه مش هيقدر يكمل الرحلة وانهم هيرجعوا للمينا. فبيقترح كوب على الفريق انهم يستخدموا الطيارة، وبيوري لهم على الخريطة قاعدة إيطالية وبيعرفهم إنهم هيهبطوا عليها ومن هناك هياخدوا شاحنات التزلج وهيوصلوا بيها للقاعدة بتاعتهم. فبيعجب جيري بالفكرة وبيقرر ينفذها. وفي الوقت ده بيكون عدى على الكلاب 175 يوم وهي لوحدها، وبيكون باين عليهم التعب بسبب إنهم ما بياكلوش بشكل منتظم وعايشين على الأكل اللي بيصطادوه. وساعتها بيصطاد ماكس طائر وبيديه لمايا اللي ما بتقدرش تتحرك بسبب رجلها، لكن بترفض مايا إنها تاخده وبتكون شايفة إن ماكس كلب ذكي وشخصيته قوية، وبتقرر إنها تعينه قائد للكلاب وبتروح وبتسيب الأكل قدامه. وفي اللحظة دي بيروحوا باقي الكلاب هما كمان وبيسيبوا أكلهم قدامه، وبنعرف إن دي الطريقة اللي الكلاب يعينوا بيها القائد الجديد بتاعهم، وبيفرح ماكس جدا. وفي الوقت ده بيوصل الفريق للقاعدة الإيطالية وبياخدوا الشاحنات وبيتحركوا بيها. وبعد شوية بيوصلوا للقاعدة وبيروح جيري وبيشوف السلسلة اللي رابط بيها الكلاب، وبيزعل جدا لما بيلاقي جثة جاك تحت التلج. وبعدها بيشوف باقي السلاسل وبيعرف إن الكلاب قدروا يحرروا نفسهم، ووقتها بيزيد الأمل عنده إنه يلاقيهم عايشين. وفجأة بيسمع جيري صوت ماكس وبيكون فاكر إنه بيخرف، لكنه بيتصدم لما بيشوف الكلاب قدامه وبيجروا عليه وبيحضنوه، وبيفرح جيري جدا إنهم لسه عايشين. وبعدها بيطلب جيري من ماكس إنه يركب الشاحنة عشان يرجعوا للمدينة، لكن ماكس بيرفض وبيجري منه. فبيروح جيري وراه وبيشوف جثة مايا على الأرض وبيزعل عليها جدا. وفجأة بتفتح مايا عينيها وبيفرح جيري إنها لسه بخير، وبياخدها وبيرجعوا للمدينة عشان يعالجها هناك. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.